هنتكلم على عدد البطولات اللي حصدها اللاعب عمرو السولية مع النادي الأهلي. احنا قناتنا قناة رياضية بنتكلم كل يوم عن لاعب شكل أو عن فريق شكل أو عن بطولات معينة. النهاردة بقى هنتكلم عن عدد البطولات اللي حصدها اللاعب عمرو السولية، خط وسط النادي الأهلي وخط وسط منتخب مصر الوطني. عمرو السولية هو انضم للنادي الأهلي في سنة موسم 2016، ومنضم مع النادي الأهلي في صفوفه كأساسي بقاله 6 سنين متوالية. عمرو السولية من أفضل اللعيبة اللي لعبت في خط النص في الدوري المصري، وطبعا كلنا مقتنعين بده من أيام ما كان في الإسماعيلي أو فترة احترافه في السعودية أو مع النادي الأهلي. حصل اللاعب عمرو السولية مع النادي الأهلي عدد 3 بطولات دوري أبطال أفريقيا، وكمان حصل مع النادي الأهلي بطولتين كأس برونزية كأس العالم للأندية. لكن اللاعب عمرو السولية لعب كنهائي دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي لمدة 5 مرات، خسر منهم مرتين وانتصر منهم على 3 مرات: 2016 و2021 و2020. دي البطولات القارية اللي خدها اللاعب عمرو السولية، ده غير كمان 3 كأس السوبر الأفريقي. عمرو السولية توج بالدوري المصري مع النادي الأهلي لمدة 4 سنين. خد 4 ألقاب دوري مصري، وخد كمان 2 كأس مصر، وخد كمان 4 سوبر مصري. عمرو السولية من أفضل اللعيبة اللي بتلعب في خط النص، سواء في منتخب مصر أو سواء في النادي الأهلي. ده كان فيديو عن اللاعب عمرو السولية. لو لسه ما تابعتناش وعملت لايك واشتركت في القناة، فما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ويا رب الحلقات اللي جاية كلها تعجبكم وننزل لكم حلقات جديدة، وكل واحد فيكم يكتب لي اسم النجم المفضل ليه تحت في الكومنتات عشان نعمل حلقة عن اللاعب أو حلقة عن النجم ده. نتقابل في فيديو جديد وحلقة جديدة إن شاء الله في قناتكم الرياضية. ويا رب العيلة تكبر مع بعض ونعمل قناة تكون كويسة وتفيدكم الفترة الجاية للناس اللي بحبها الكورة.